هلا حبايبي، كيفكن؟ شو أخباركن؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا رب. أول ما نبتدي نصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حبيت أشارك معاكم تجربتي الشخصية عن سيروم بيوليس. آسفة اليوم صوتي هيك متعب شوي، فإن شاء الله يكون مفهوم يا رب. تجربتي الشخصية مع سيروم بيوليس، سيروم ولا أروع، جميل جدا، يتباع في الصيدلية عند الفارماسي. سيروم طبي 100%، لحل مشاكل جميع البشرة. يعني مشاكل البشرة، سواء البشرة الدهنية أو البشرة الجافة أو المختلطة، يعني البشرة كاملة. وخصوصا البشرة اللي بتكون حساسة، من الأحسن تشتروا هذا السيروم. وخصوصا هي القارورة اللي لونها روز مثل ما في الصورة. طريقة الاستعمال سهلة جدا. تجيبون إبرة جوتابل وتاخدون شوية من القارورة، يعني ما تفتحوها مشان ما تدخل لها جراثيم. لا، الإبرة تبع الجوتابل، يعني تدخلون هي الراس تبع الإبرة وتاخدون من جوا السيروم وتحطونه بقطعة قطن وتمشونه على جميع الوجه. تمام. تاخدون الكمية بس اللي تحتاجونها، لأنه إذا أخذتوا كمية كبيرة الباقي بترموه مباشرة. تفوتوا على كامل الوجه، وإذا بدكن الرقبة، أماكن تانية، مناطق حساسة. ولكن بنصحكم بعد ما ينشف الوجه من السيروم تحطون مرطب. المرطب مهم جدا معه. واللي يعني بيكونون كتير بالشمس فبنصحكم تستعملونه بالليل وتحطون بعد مرطب كمان. تحطونه بالرقبة، وبعد ما ينشف تحطون المرطب مثل ما قلت لكم. وبنصح اللي عندهن حبوب رقيقة بالوش، راح يقتلها ويرطب المكان تماما. وخصوصا إذا حطيتوه 3 مرات باليوم فأحسن وأحسن، راح ينديكم نتيجة رهيبة، نتيجة جميلة جدا، واستعماله سهل. وهيدا هو. فاللي بده يسألني أي سؤال عليه، أنا ما بقرأ التعليقات، حطوا لي بالتعليقات يا جماعة، فبرد عليكم على كل شيء. وبعد ما تقومون الصبح من النوم وتكونوا حطيتوه بالليل، الصبح تغسلون بالغسول الخاص فيكم، تغسلون بالغسول وتحطون. إذا كنتي طالعة البيت برا البيت حطين واقي شمس، وإذا كنتي راح تضلي بالبيت حطين مرطب بعد الغسول، اغسليه جيدا. فالغسول والمرطب حطيت لكم عليه فيديوهات قبل، شوفونها بالفيديوهات اللي قبل هاي الفيديو، يعني من أروع وأجمل المرطب والغسول. يعني بتجربتي الشخصية، مو هيك مشان القناة أو مشان فيديو أو أي شيء، لا أبدا. أنا بحكي بصراحة، بحكي تجربتي الشخصية. النتيجة بإذن الله راح تظهر لكم بعد أسبوع أو أسبوعين بعد استعمال هذا السيروم، وراح تكون البشرة رطبة وجميلة وناعمة، وبإذن الله راح يعجبكم وراح يفيدكم إن شاء الله. حبايبي، أي تعليق وأي شيء راح أرد عليه، واللي عنده أي استفسار على أي منتوج أو على أي مرطب أو كريم، أنا موجودة، اسألوني، لأني بفهم بهي التشكيلة تبع الكريمات. فإن شاء الله أكون أفدتكم. بنتلاقى بفيديو جديد حبايب قلبي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع ألف سلامة.